اللي خصنا نخدموا عليه، ولا استطعنا نسجلوا غير 2 مليون الاصوات جديده ونقلبوا المعادله. اليوم كان عباره عن المجلس الاقليمي للحزب بحضور عضو المكتب السياسي الرفيق جمال كريم مشقرون ورفاق الحزب الكتابه الاقليميه، وكذلك رفاق حضور الكتابه الاقليميه بقلميم. بطبيعه الحال تناولنا في خلاله مجموعه من القضايا، سواء على مستوى التوجهات العامه للحزب وفلسفته بطبيعه الحال، ومجموعه من افكار ورؤيته في قطاعات متعدده، القطاعات الاجتماعيه. ايضا تناول كذلك رؤيته النقديه بطبيعه الحال التوجهات للحكومه الحاليه من خلال تدبيرها لمجموعه من المشاريع. تناولنا كذلك من خلاله بطبيعه الحال نوع من التواصل مع الرفاق والرفيقات على مستوى الحزب واعاده الهيكله وضخ الدماء الجديده، بطبيعه الحال الحديث كذلك على التنظيمات الموازيه من اجل بطبيعه الحال الدفع بالعمليه السياسيه واعطاء هذا مكانتها داخل بطبيعه الحال النسق السياسي الوطني بصفه عامه. ايضا من خلال بطبيعه الحال الحديث ايضا على كذلك على كيفيه اعاده او احياء العمل السياسي الجاد من اجل بطبيعه الحال بناء اطر وكفاءات قادره على انها تدافع على القضايا الوطنيه في المحافل الدوليه المحليه الى غير ذلك من القضايا الاخرى. الاجتماع للمجلس الاقليمي للحزب موسع ياتي في اطار ديناميه تنظيميه يشهدها الحزب ويحضر من خلالها برنامج عمل بتصورات المشتركه بالاستماع الى نبض المجتمع للمناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين لاغلاء الرصيد النضالي وبناء تصور نواجه به ما تعيش الساحه السياسيه اليوم. ونحن نخوض غمار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابيه المقبله التي نريدها ان تكون بتصور اخر يحضر فيه حزب تقدم كبديل ديمقراطي تقدمي لواقع مزري ابانت عنه هذه الحكومه من خلال غياب النفس السياسي والديمقراطي والحقوقي، وكذلك بآثار اقتصادية وخيمة واجتماعية أثرت على المجتمع تجعل من حزب تقدم الشركة وهو يؤمن بالبديل وبالمتغير الحقيقي أن ينخرط، وهذا جعلنا اليوم ننتصر لذلك. والدليل هو الموجة التعاطفية والالتحاقات واللقاءات التي أثمرت عن تواصل مع كل المواطنين ومن بينهم الآن في إقليم أسا الذي ننوه بنضالية وصمود رفاقنا ورفيقتنا، ونعتبر ذلك من الأوراش التي يجب أن ترتقي بالنضال بأقاليمنا الجنوبية.